خليني اتفضل. استغل فرصة وجود سيدنا معلمنا كلنا. العفو. في 3-4 أسئلة بتشكيكية كترت في المدارس. سؤال زي سيدنا انتوا بتؤمنوا ب3 آلهة، عاوزين سيدنا يحفظنا إجابات قصيرة وافية، لأنه أحيانا الإخوة المدرسين الخدام بيستفيضوا في الشرح بس مش مقنعين أو ما عندهمش إجابة قصيرة 3 آلهة. الرد إيه باختصار نحفظه ورا نيافتك كده؟ طيب، أول حاجة نقول ركزوا معايا. هو حضرتك اللي بتحدد أنا مؤمن بإيه ولا أنا اللي بحدد أنا مؤمن بإيه؟ أنا بحدد. فأنا بقول لك إحنا بنؤمن بإله واحد، منتهى الثقة كده. دي نمرة 1. أنت تقول عليا إن أنا بؤمن بتعدد آلهة، أنت حر، لكن أنا بقول نؤمن بإله واحد. نمرة 2، إحنا فاهمين إلهنا الواحد ده أنه مثلث الأقانيم. مثلث الأقانيم دوت مش معناه أن هو 3 آلهة، لكن هو 3 أقانيم. طب إزاي 3 وإزاي 1؟ منتهى البساطة. المثل القديم بتاع الشمس كلكم عارفين، مش كده؟ احنا نفسنا، وإن كان المثل ده مش دقيق قوي، الإنسان مكون من عقل وجسد وروح، ومع ذلك هو إنسان واحد. المثل مش دقيق لأن ده مركب، لكن الله مش مركب، لكن بس بيثبت ازاي ال3 يكونوا واحد. لكن في مثل كمان ممكن نقول له حروف اللغة العربية. يعني حرف ألف حرف ولا أكتر؟ طب لما بنطقه بنقول إيه؟ ألف لام ف. طب هو حرف ولا 3؟ مش كده؟ كل حروف اللغة العربية ألف باء تاء ثاء لغاية ياء كلها حروف ثلاثية، ودي الحقيقة حظ جميل لينا لأن بقية اللغات مش كده. يعني الإنجليزي ثنائي A B C D، القبطي رباعي ألفا فيتا غاما دلتا، العربي هو اللغة الوحيدة التي تؤمن بالثالوث. فالحرف ثلاثي لكنه حرف واحد. ما اقدرش انطق الحرف على انه حرف واحد، لازم انطقه ألف، لازم انطق جيم، لكن ما اقدرش اقول ده 3 حروف، وما اقدرش اقول ده مكون من 3 حروف. هو حرف واحد بسيط غير قابل للقسمة. يعني ما اقدرش في اللغة اخد نص حرف. في الموسيقى ممكن ناخد نص وزن نص تون، لكن في اللغة بناخد حرف هو ابسط وحدة للكلمات، ما بنكسروش. فالله واحد غير مركب وغير مقسم. والاب ما هوش تلت الله والابن تلت الله ابدا. الاب هو الله كله والابن هو الله كله والروح القدس هو الله كله، ودول كلهم اله واحد. فعندنا مثل بتاع الشمس، مثل بتاع النار، مثل بتاع الانسان، مثل بتاع الحروف اللغة العربية. وبالنسبة لأولادنا في مثل بتاع المعمودية. احنا نؤمن بكم معمودية؟ طب كم غطسة؟ طب هل 3 غطسات معناها 3 معموديات؟ هل معمودية واحدة معناها غطسة واحدة؟ ففي فرق بين كلمة معمودية وكلمة غطسة. في فرق بين كلمة إله وكلمة أقنوم. هو إله واحد و3 أقانيم. ماشي؟ طب سؤال تاني سيدنا، إنجيلنا محرف. لما الولد في 4 ابتدائي حد يقول له، ساعات مدرس العربي اللي يقول له يعني الإنجيل بتاعكم محرف، برضو إيه أقصر إجابة مقنعة أو شافية نحفظها نفتك؟ أقصر إجابة 3 أسئلة: مين، إمتى، فين. الكتاب المقدس محرف، مين حرفه وإمتى وفين. مين؟ لازم يبقى فيه جريمة، يبقى فيه مجرم. مين حرفه؟ نمرة 2، إمتى، في أنهي قرن. نمرة 3، فين، في مصر ولا في روما ولا في أنطاكيا ولا في أورشليم ولا في أستراليا. مين؟
وامتى وفين. اذا جبت لي الثلاث اجابات انا هوافقك على ان كتاب مقدس محرف. ما جبتش اجابات يبقى سيب لنا كتابنا ومالكش دعوه بيه. زي بالظبط واحد راح القسم يبلغ بلاغ عن قتل، الضابط اتنطر من كرسيه وقال له مين قاتل؟ قال له بحقيقه ما نعرفش، انتوا بقى المفروض تشوفوا مين القاتل. طب حصل امتى الكلام ده؟ يقول له ما اعرفش. طب فين؟ ما اعرفش. طب انت ليه بتبلغ عن في قاتل وفي قتل؟ هل شفت دم؟ ما شفتش. شفت جثه؟ ما شفتش. شفت سكينه متعاصي دم؟ ما شفتش. امال شفت ايه؟ ما شفتش حاجه. هعمل له ايه الضابط؟ هيديله قلمين. بلاغ كاذب وازعاج سلطان. طالما ما عندكش جسم الجريمه، ما عندكش اسم القاتل، انت بتبلغ ضد مين؟ بلاغ ضد مجهول؟ لا الشخص ولا قبل ولا بعد ولا امتى ولا فين. هل الكتاب المقدس حرف قبل ظهور الاسلام؟ لو كان حرف قبل ظهور الاسلام لماذا لم يذكر في القرآن ان الكتاب المقدس محرف؟ ده مذكور العكس، انه مرجع. اذا حصل ان هو تحرف بعد ظهور الاسلام، انتوا كنتوا فين ساكتين من زمان ما قلتوش ليه؟ اشمعنى دلوقتي بتقولوا اتحرف؟ وانتوا ساعتها كنتوا بتحكموا المنطقه كلها، ما مسكتوش ليه الشخص اللي حرف؟ وبعدين الاسلام ظهر في القرن السابع صح؟ يعني على الاقل كان في 600 سنه قبل كده فيهم الكتاب المقدس منتشر في العالم. يعني اذا الكتاب المقدس في منه نسخ كثيره كانت موجوده، مين يقدر يجمع كل النسخ ويغيرها؟ واذا حد بسلطان عرف يجمع كل النسخ دي، مفيش حاجه فلتت منه؟ حد شال نسخه كده تحت البلاطه تطلع في يوم من الايام؟ معقول كتاب ينتشر في كل العالم يقدر واحد يغيره؟ وبعدين هيغيره في انهي لغه؟ ده ترجم لكل لغات العالم القديم والجديد. هيغير انهي لغه؟ ومين عنده قدره يغير كل لغات العالم؟ حاجه بالعقل يعني. وبعدين من ضمن اللغات التي كتب بها الكتاب المقدس لغات ماتت لا تستخدم الان، زي اللغه القبطيه واللغه السوريانيه القديمه واللاتينيه القديمه واليوناني القديم والعبري القديم. كل اللغات دي لا تستخدم الان. اي حد ممكن يغير في نص هيبان. ليه؟ لان اللغه قديمه محدش يقدر يغيرها. اتفضل. فين الجثه؟ يقول لك فين الكتاب السليم اللي يثبت ان ده محرم؟ فين الجثه؟ يقول لك لا، ما انتوا لميتوا كل السليم وعملتوا حاجه جديده. طب مين له مين؟ ومين يقدر؟ كتاب منتشر في كل العالم كل اللغات. سؤال كمان معلش يا سيدنا. اتفضل. الانجيل ما قالش ان المسيح ما قالش انا ربنا. انتوا اللي قلتوا عليه كده. الانجيل ما قالش ان المسيح ربنا. هو في الحقيقه السؤال ده ليه اجابتين. اول اجابه ان المسيح فعلا قال ان هو ربنا وان احنا بنعبده. دي موجوده في اماكن كثيره في الانجيل نفسه. لما مثلا كانوا عايزين يرجموه عشان قال ابي يعمل وانا ايضا اعمل، فقالوا له انت تعادل نفسك بالله. وقال لهم انتوا عايزين ترجموني لاني قلت ان انا ابن الله. ولما وقف قدام قيافة وحنان والمحاكمات، انت ابن الله؟ قال له ايوه انت قلت انا ابن الله، ومن الان ترون ابن الانسان اتيا في مجده. ولما يتكلم عن ابن الانسان هيجي في مجده ومجد ابيه مع ملائكته القديسين، كلام المسيح كله عن الوهيته. الحاجة التانية، في الحقيقة المسيح ما كانش جاي من السماء عشان يتقاط علينا يقول لهم انا هو الله فاعبدوني. هو كان جاي يخلصنا، عشان كده عاش في وسطينا كإنسان
يشاركنا حياتنا عشان يبارك حياتنا ويبارك إنسانيتنا. وبعدين ظهر بوضوح ان هو ابن الله بعد موته وقيامته. يعني دي بانت اكتر بالقيامة، حتى دي مذكورة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا لما قال وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. وبعدين حاجة ثالثة ان المسيح قبل ان الناس تقول له ربي وإلهي. مش توما قال له كده؟ ما قالوش حاشا، ما قالوش حاشا. لو قال ان المسيح مش هو الله وجي توما يسجد له يقول له رب وإلهي كان يقول له انت فهمت غلط. لكن المسيح قبل ان الناس تقول له ربي وإلهي زي توما وغيره. فلو كان المسيح مش هو الله، حاجة من اتنين: اما كان يعلن هذا بوضوح للناس اللي سجدوا له، او كان هيبقى المسيح منتحل شخصية وبيدعي ان هو الله، وما فيش بقى لا قوات ولا عجائب ولا يقوم الاموات ولا في حد يصدقه ولا الاسلام نفسه يصدقه على انه حتى نبي. ما هو لو في نبي ادعى ان هو اله فقد النبوة نفسها، فقد المصداقية. لكن لما يكون الكتاب المقدس بيشهد لألوهية المسيح. وبعدين إذا ما كانش المسيح قال إن هو الله، هو قال إن لم تؤمنوا بي فآمنوا بي من أجل الأعمال. هو نفسه قال كده، وقال لهم أنا من البدء ما أكلمكم به. البدء يعني هو الأزل. فلا إذا ما أمنتوش بي أمنوا بالأعمال. مش لازم الكهرباء تقول أنا كهرباء، لكن كفاية نشوف إن هي بتعمل الأثر بتاع الكهرباء. أعرف إن السلك فيه كهرباء لما بيخلي اللمبة تنور، يخلي الميكروفون يشتغل، لكن مش لازم نعمل إعلان إن ده كهرباء، هو باين لوحده. فالأعمال التي أعملها تشهد لي. لما المسيح يقول لهم أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد لي، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، معناها أنا مش محتاج شهادة يوحنا، لكن قلت هذا لتخلصوا أنتم. وإن الآب الذي أرسلني يشهد لي، قال هذا هو ابن الحبيب، قال سمعتم صوته. والأعمال التي أعملها تشهد لي. كل دي شهادات المسيح عن ألوهيته. وبعدين لو ما كانش المسيح قال عن ألوهيته، مين اللي قال؟ في الحالة دي هقول لكم هم بيقولوا ايه. ناس يقولوا بولس الرسول هو أول من اخترع ألوهية المسيح. نقول لهم ايه فايدة بولس الرسول انه يخترع ألوهية المسيح؟ ده بولس الرسول قبل ما يبقى مسيحي كان راجل ليه سلطان. شاول الطرسوسي كان عنده سلطان يجر الناس من بيوته يحطها في السجن، له سلطان مجتمعي. ماذا استفاد بولس انه يبقى مسيحي ويشوه الايمان المسيحي؟ نمرة 2، اذا كان قبل ما بولس يعرف المسيح بطرس صرخ وقال انت هو المسيح ابن الله الحي، ايش دخل بولس في الحكاية دي؟ وهناك كتابات عن ألوهية المسيح قبل ما بولس يبقى مسيحي، او ما ذكر في الانجيل نفسه. فيقولوا لا، ما هو مش بولس، ده اثناسيوس الرسولي. هقول لكم حاجة قريتها تتعجبوا ليها. حد قال ان المسيحيين في مصر كانوا يؤمنون ان المسيح نبي، وكانوا كلهم على الايمان بتاع اريوس، لغاية ما جيلهم اثناسيوس راح مغير ايمانهم واعلن ان المسيح اله. فبدأوا المسيحيين ينضغطوا، هما مش مصدقين ومش مأمنين ومش مستريحين لهذا الإيمان، فظلوا في السر يؤمنون بإيمان أريوس خوفا من أثناسيوس. تخيلوا المغالطة. لغاية لما جه العرب يدخلوا مصر، فالمسيحيين في مصر حسوا ان الإيمان بتاع العرب زي الإيمان الأصلي بتاعهم، فقابلوهم ورحبوا بيهم علشان هم إيمانهم زي إيمان دول. تخيلوا المغالطة. طلع اثناسيوس هو اللي غلطان.
وطبعا اصحاب هذا الرأي بيستغلوا فرصة الناس جهلة ومش بتفهم. قال الشعوب دي اللي احنا عايشين في وسطها لا يقرؤون، وان قرأوا لا يفهمون، وان فهموا لا يعملون. فباستغلال الناس دي مش بتقرأ فيقول اي كلام والناس تصدق. في الحقيقة يقولوا ان مجمع نقية اخذ قرار بان المسيح هو الله، يعني قبل كده ما كانش المسيح هو الله، ده اترقى في مجمع نقية. عشان كده نشكر الله. الكلام اللي قلت لكم في وسط المحاضرة، عندنا في سلسلة كتابات لآباء ما قبل نقية اسمهم أنتي نايسينز فاذرز. آباء ما قبل نقية اتكلموا عن ألوهية المسيح بمنتهى الوضوح. يبقى ما كانش في مجمع نقية هو بداية اختراع أن المسيح هو الله، لكن كانوا بيضحدوا الفكرة الغلط بتاعت أريوس. آخر سؤال. آخر سؤال. يقال علينا إن إحنا بنقول ربنا اتجوز وخلف، عشان المسيح قال أنا ابن الله وهو مولود من العذراء. أولادنا يقولوا إيه؟ طبعا المسيح ابن الله، لكن البنوة لله ليست بنوة جسدية. المسيح فعلا مولود من الآب، مش بنقول كده في قانون الإيمان؟ مولود من الآب، مولود غير مخلوق. مولود من إمتى؟ قبل كل الدهور، يعني منذ الأزل. طب إيه الميلاد ده؟ قال نور من نور، إله حق من إله حق، مش جسد من جسد. الميلاد بتاع المسيح من الآب يفرق عن ميلاد البشر من أبويهم في 4 فروق ممكن نحفظها. ممكن تحفظوا معنا؟ نمرة 1 بدون زواج، يعني الآب حاشا مش ممكن يتجوز عشان يقدر يخلف ابن، فهو مولود منه بدون زواج. نمرة 2 بدون أسبقية، يعني دايما أي أب فيكم أكبر من ابنه في السن، لكن الأب والابن أزليين، فالابن مولود من الأب منذ الأزل، فما فيش أكبر وأصغر. يبقى بدون زواج وبدون أسبقية. نمرة 3 بدون انفصال، يعني الابن مولود من الآب بدون ما ينفصل عنه، زي بالظبط النور اللي خارج من اللمبة دون أن ينفصل عنها، زي الفكر اللي خارج من عقلك من غير ما ينفصل عن عقلك. أنا بقول كلمة مشيت في كل الكنيسة لكن لسه جوه عقلي، والناس بيتسجلها، ولو كنا اونلاين هيبقى العالم كله بيسمعها، لكن هي لسه جوه عقلي. فالمسيح جوه الآب وخارج منه، لكنه لسه جوه الآب. يبقى نمرة 1 بدون زواج، 2 بدون أسبقية، 3 بدون انفصال، 4 وباستمرار، يعني الابن خارج من الآب باستمرار، زي خروج التيار من الينبوع. يعني في ينبوع مية طالع منه التيار باستمرار، زي تيار المية اللي ماشي في النهر ماشي باستمرار، زي تيار الفكر اللي خارج من عقلك، زي تيار الحرارة اللي خارجة من النار، زي تيار النور اللي خارج من المصباح. فخروج مستمر، مش خروج زي ولادة الابن من أمه. فيبقى بدون زواج، بدون أسبقية، بدون انفصال، وباستمرار. كل ده بيصف ميلاد الابن من الآب. أما حكاية أن في ذهننا يرتبط الميلاد دائما بزواج، مش قاعدة. ليه؟ لأن طبعا اللي أنا هقوله أنتوا عارفينه وبتقولوه كتير. لما أقول أنا ابن مصر، مصر اتجوزت وخلفتني، ابن النيل اتجوز نيلة وخلف. فكلمة ابن تعبر عن الانتساب، مش شرط يكون فيها زواج. شكرا يا سيدنا. احنا شكرا يا ابونا داود. فرحانين. هو في الحقيقة أنا بتعلم من ابونا داود، العفو سيدنا، بس هو بيسأل عشان كنت. لا العفو سيدنا، ربنا في سؤال شافوي، اتفضل.
اتفضل. شكرا. اتفضل. اكتشفت ان المدرسه وهو في بدايه تدريبه ان هو الصلاه يقول الصلاه، طبعا عملت مشكله واحتضرت ابني وفهمت ان ده غلط، بس اللي وصل ان هو حاسس ان هو في الايمان، هو لسه طفل صغير. الموضوع ده لو حصل مع اي حد ام ومتابعه في البيت بيتصرف ازاي بيحب الموضوع ده، بحيث ان احنا برضه نحافظ على اولادنا ان في بعض الناس. طيب بص، هو بيسأل سؤال: لو اكتشف ان في ابنه بالجسد يعني اللي بيديله حصة الدين في المدرسة مدرس او مدرسة غير مسيحي، لازم فورا بتبلغ الإدارة التعليمية. اول تقول للمدرسة بلغ الإدارة التعليمية. ثقوا ان في الإدارات التعليمية بيخافوا، لو ما كانوش يعني بيختشوا بيخافوا، واذا ما تحركوش ادونا خبر نقدر بنحركهم يعني. ليه؟ لان هما بيخافوا خالص من حتة اي مشكلة طائفية يعني. لكن ما ينفعش ان في مدرسة ما فيهاش مدرس مسيحي واحد فيخلوا المسلمين يدرسوا الدين المسيحي. اتفضلي.